السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وتكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نذكر لكم كيفاش دوزت هاد الطلبية ديال الحلويات ديال 10 كيلو ديال حلويات متنوعة لواحد الاسبوع هنا بإسبانيا بمدينة مورسيا. المهم غادي نذكر لكم الاثمنه ديال كل نوع، واخا راه كاين شي اثمنه اللي كلشي تقريبا الاثمنه اللي كانوا ماشي هما باش بقيت كنخدم، حيت الظروف كتبدل وانتم عارفين هذا الشيء. وبزاف ديال الحوايج يعني ولاو غاليين، ما يمكنش غادي ناخذوا احنا مواد باش كنخدموا يكونوا غاليين وغادي نخدموا بهم، وغادي نطلبوا ضروري غادي نطلبوا حتى حنا نزيدوا شويه في الثمن باش ان الواحد يلاه كيدخل شويه د المصروف وكيعاون راسو. راكم عارفين الحلويات ضروري كيكون فيها تماره ديال بصح، راه اللي ما مجرباش هي اللي مجربه هي اللي غادي تعرف. وهاد المناسبه غادي نخلي لكم هاد الكارت فيزيت ديالي، حيت بزاف ديال البنات كيسولوني عليها. هي هذه يعني بالنسبه للناس اللي كيسولوا، هذا هو النيميرو ديالي باش كنخدم. وبطبيعه الحال الا بغيتو تدخلوا القناه مرحبا بكم، الا دخلتوا وسمعتونا في هذا الفيديو مرحبا بكم. المهم هنايا غادي ندوز معكم هاد سميتو هاد العجينه ديال اللوز، حلويات اللوز. واخا راه ديجا خدمتها معكم، درت فيها غير قبيصه ديال القرفه ودرت فيها الزبده هذه سميتها الحشوه ديال اللوز. بطبيعه الحال راه ديجا خدمها معكم باش انكم هنايا درت لكم غير لقطات وصافي باش تشوفوا الكميه. هنايا خدمت كيلو ديال اللوز، خرجت ليا تقريبا كيلو ديال اللوز، خرج ليا تقريبا كيلو وشي جايه 500 غرام. هادشي اللي كيخرج كيلو ديال اللوز مع نص كيلو ديال السكر الثقيل ولا السنيده، كطحنوها كضربوها في الميكسور وكديروها مع اللوز وكتخلطوها مزيان مزيان. وانتم عارفين بلا العقده ديال اللوز كتحتاج دائما دليك بزاف بزاف. ايوا صافي غادي نزيد عليها هنايا واحد المعلقه ديال عفوا معلقه ديال الكوفيتير السائل بطبيعه الحال، اللي ما تيكونوش فيه هذوك العيبات، تيكونوش فيه دوك الطروفه ديال الكوفيتير، باش ما يبقاش لينا باين في الحشوه. كما وقع ليا واحد المره في واحد الكوموند، خلطت كيلو د اللوز ودرت معاه الكوفيتير ما فيهش سميتو فيه دوك الطروفه وبقاو باينين ليا في الحشوه، خسروا ليا الحشوه. وراني قلت لكم في ذاك الفيديو باش ما ديروش نفس الخطا اللي درت انا. المهم هنايا غادي نبقاو نزيدو نص كاس ديال الماء. ما تديوش عليا راه ضربني البرد البنات، ما تديوش على اختكم. المهم الله يشافي، راه هذا هو وقته. يسطاو هنايا غادي نديرو الماء مخلط مع ماء الزهر، وكنبقاو ندلكو في هذيك الحشوه. كما شفتوا راه بدات كتعلك ليا وكتدير بحال اللي بغات تبدا تطلق ليا في الزيت. ولكن واخا تطلق الزيت بقاو ديروا، راه عرفتي هاد العقده ديال اللوز راه ما كتجمعيها حتى كتجمع لك ضلوعك بالمزيان. الصراحه هي راه كتبغي الخدمه بزاف. دابا انا راه كندير فيها في هاد الزلافه، ولكن ما جاتنيش باش انني غادي ندلكها مزيان. صافي وليت غادي نحيد هذيك الزلافه وغنديرها فوق سميتو فوق البوطاجي من الاحسن باش تنتحكم فيها. صافي ونزيد ليها، نبقى نزيد شويه د الماء الزهر وكنبقى ندلك 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 ندلك. هي راه شدت ليا شي جايه لشي ثلث ساعه البنات وانا كندلك فيها، حيت طلقات ليا الزيت. عرفتي طلقات شي تقريبا شي كاس ديال الزيت فوق البوطاجي. صافي بقيت كنزيد فيها غير الماء ديال سميتو الزهر، وبقيت كندلكها حتى عطاتني داك، حصلت على العجينه اللي بغيت وصافي. وكنشكل بها الحلويات اللي بغيت اللي طلبات ليا الكليانه. صافي هنايا عندنا هاد الحلوه ديال الكورني، الثمن ديالها كنبيعها ب20 د الاورو ولا 22 د الاورو.
على حساب. الا درتي ليها اللوز من ديك البلاصه الفوقانيه كتحسبيها ب20 اورو، الا درتي ليها البيستاش ولا على حساب الكليانه واش طلبات لك كتطلبي فيها 22 الاورو على حساب الشكل بطبيعه الحال. وراه فيها الخدمه حلويات اللوز بلا ما نقول لكم، راه فيها شويه الخدمه. هنا غادي ندوزو لا سميتها البهله اللي كنحتاجو فيها السكر. هنايا درت 2 كيسان، ودرت 2 كيسان ديال اللوز حتى هما دوزتهم في المطحنه. الزنجلان حتى هو 2 كيسان. ايوا صافي. ودرت هنايا القرفه، درت واحد المعلقه صغيره، والملح شويه ديال الملح. وهنايا درت واحد 2 ساشيات ديال سميتها الفانيلا، كتعطي فيها الريحه واعره. ودرت واحد الساشيه ديال 15 غرام ديال سميتو زدت عليها المجموع ديال الخميره هي 21 غرام. باش كندير كنشوف على حساب كيلو ديال الدقيق اللي غادي نخدم هاد البهله هادي. المهم انا درت كلشي البنات مع العلم انه البهليات ديجا في الفيديوهات القدامين كنت حطيتها لكم، ولكن ما تشافش هذاك الفيديو بزاف. المهم هاد القياس هذا ديال كيلو ديال الدقيق كنحاول نخدمها هكا. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما صورتهمش نظرا لضيق الوقت، والكليانه بغات الكوموند غادي دير السبوع وصافي، وما لقيتش كيفاش. كاينين بزاف ديال الحوايج ما درتش باش نصورهم لكم. المهم هادو هما اللقطات اللي امبورطانتي زعما باش انه بالنسبه هكا البنات اللي كيبغيو يعرفوا شحال كيخرج كيلو ديال الدقيق بالنسبه للبهله. وهذا المقدار اللي عطيتكم هنايا كيلو ديال الدقيق خرج ليا 2 كيلو نيشان ديال البهله. جات واعره 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 بلا ما نشكرها لكم تقولوا راه الخدمه ديالي هذه، ولكن راه الناس اللي كيذوقوا الحاجه هما بطبيعه الحال اللي كيشكروا اوكي كتعجبهم الحاجه راه ضروري كيشكروا. هنايا درت واحد الكاس هنايا ديال الزبده المذابه باش غادي ندير نبسبس هذاك الشيء كامل اللي حطيت. صافي كنبقى نبسبس في هذاك الدقيق حتى كنحصل على هذاك الشيء، تنشوف بلي تلبس كامل مع ديك المواد اللي حطيت. غادي نبقى ندلك فيها كما تتشوفوا. وكما قلت لكم نسيت ما قلت لكمش الثمن ديال البهله باللوز كنحسبها ب 18 اورو. 18 للكيلو هذه ديال اللوز. اما بالنسبه للبهله ديال الكاوكاو كنحسبها ب 15 اورو للكيلو. ايوا صافي هنا غادي ندوز راه كملت البهله ما تليش صورت لكم البقيه صافي حتى الاخر غنوري لكم النتيجه. المهم هنايا درت واحد المعلقه ديال السكر ثقيل، نص كيلو ديال الدقيق 500 غرام، وشويه ديال الملحه، وربع كاس ديال ماء الزهر. هو باش غادي ندير هاد العجينه، واصفر بيضه بطبيعه الحال باش غادي ندير يعني هاد العجينه ديال حلويات اللوز كما تتشوفوا. واخا هاد اللقطه راه ما قديتهاش البنات، كان عليا نديرها في يعني في حدا سميتو الفيديو داز ليا لهنا. راكم عارفين مع الزربه بنادم بعض المرات كيتلف استسمح. ايوا صافي هنايا غادي ندوزو للفقاس ماشي الفقاس بطبيعه الحال، غادي ندوزو للصابلي اللي فايت ليا وخدمت معكم بزاف ديال المرات، اللي درت فيه 500 غرام ديال الزبده مارغرينا ديال ميركادونا، ودرت فيه كاس ديال السكر، ودرت فيه ساشيات ديال الفانيلا صافي. والخماره اللي بغات ديرها اللي ما بغاتش ما ديرهاش. هذا هو يعني المقادير باش كنخدم لي كوموند، وراه كيجيو زوينين منها ما كتضيعيش نتي وما كتضيعش حتى الكليانه كيعجبها المذاق ديال الصابلي اللي كنخدم. صافي كنخليه حتى كيطلق واحد شويه على ما ساليت عاد كنجبد وكنصايبو كنشكلو على يعني
كنشكلو على التشكيله اللي بغات الكليانه ديالي. بطبيعه الحال غادي نستعمل هادو اللي بغات الكليانه، ومن بعد غادي نوري لكم الشكل النهائي ديالو. بطبيعه الحال كيبقى على حساب شنو بغى الكليان. وهنا صابلي الاثمنه باش كنحسبوا على حساب الشكل وعلى حساب المواد اللي دخلت فيه. يعني هاد الصابلي هذا دخلت فيه مواد على قدر انني حسبته ب 15 اورو للكيلو. 15 اورو للكيلو على حسب باش يبقى لي حتى انا شويه وما نضيعش عاوتاني في المقادير. راكم عارفين اللوز ايفيلي غالي، اللوز كونكاسي حتى هو غالي. في ميركادونا كتجيبي ديك الباكيه ما فيها حتى حاجه، يعني فيها شويه 100 غرام ولا ما نعرف اللي فيها. صافي ما كديرلكش بزاف الصراحه. يلاه كتبداي ديري فيها صافي هي كتقادا، خصك تجيبي باكيه اخرى وغالي كيديروا ليه غير 100 غرام واقيلا جوج اورو جايه 3 د الاورو. يعني كتضيعي الا ما حسبتيش الثمن ديالك نتيا باش انك تقديتي المسائل وحسبتي الوقت حسبتي البوطه، راه ما كتجيكش، ما غاديش يعني تصوري شويه في هذيك الحلوه وغادي تتعبي غير على والو. فهمتوني البنات؟ ايوا هادشي اللي كاين دابا. صافي فاش غادي نديرو على الشكل اللي بغينا، يعني ما يكون غليظ ما يكون رقيق. صافي وكنديرو كنطيبوه في الفران وكنلصقوه على حساب لي موتيف ديال الشوكولات اللي بغات الكليانه. هذا هو الشكل الاول كما كتشوفوا، فيه ديك الوريضه وفيه اللوز كوكاسي كما شفتوا من الجناب. وهذا الثاني النوع الثاني اللي باقي ما كملتش، يلاه عاد لصقته مازال ما عمرتوش من الداخل. كنخلي ديك العماره ديال سميتو من الداخل حتى كنبغي نعبرو ونديرو في الكاخه باش ان ما كيضيعش ليا وكيبقى مزيان باش كيجي هكا زينو صافي وما كيمشيش ما كتمشيش ليه ديك العماره. حاولوا البنات العماره اللي كديروا باش كتزوقوا بحال هكا كتكملوا الفينيسيون تكون شاده شويه وعاقده باش ما تبقاش تسيح لكم من الجناب ديال الصابلي. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الصابلي هذا. وهذا صابلي بالشوكولات كما قلت لكم ب 15 اورو، هذا هو الثمن ديالو. وهذا عاوتاني كي شفتوا درت ليه اللوز من جناب، ما درتش ليه كاوكاو على حساب قلت لكم طلب الكليان. حتى هو كيجي بالشوكولات كيجي رائع طوب طوب. انتما كتشوفوا الشكل ديالو النهائي كيجي روعه. وإلا حطيتيه في بلاطو كتعرفي شنو حطيتي، كتعرفي شي حاجه كتحطي شي حاجه كتحمر لك الوجه. ايوا صافي. وهذه الزليجه اللي بغاتها الكليانه بالشوكولاط الابيض يعني شاركتها معكم شحال من مره وغادي نخلي لكم الفيديو ديالها. درتو لكم في صندوق الوصفيه. كتجي حتى هي رائعه. كنديرها كنخدمها بكاوكاو والقايطه، كندير فيها نسبه قليله ديال القايطه يعني البسكوي باش كتجي شويه البسكوي انتغرال ماشي العادي، وكتجي زوينه في المذاق الصراحه. لا يقاوم المذاق ديالها، شي حاجه فنه. المهم هادو هما الاشكال النهائيه ديال الحلوه ديالنا ديال السبوع. نتمنى يعجبوكم. كما كتشوفوا هنايا راه كاين الاثمنه كامله ذكرتها لكم ديال حلويات اللوز والزليجه كنحسبها حتى هي ب 18 اورو 20 الاورو. هذه هي الاثمنه بطبيعه الحال باش كنخدم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش باللايك والاشتراك. والسلام.